والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفة جديدة. جيت نشارك معكم اليوم الميني تشيز كيك ديال لوتيس، كيجيو بنانين بنانين وساهلين، ويعني دغيا كيوجدوا. ونبداو على بركة الله في المقادير. بالنسبة لهاد الميني تشيز كيك كنحتاجو 120 غرام ديال البسكوي. آآ على فكرة بإمكانكم ديروا هاد البسكوي هذا، إلا كان متوفر، ما كانش متوفر بإمكانكم ديروا غير العادي هذاك ديال ماريا، ولا هذاك صابلي اللي كيتباع في الحانوت. المهم نتوما شنو متوفر ليكم. المهم كطحنوه في الهشوار حتى كيولي بودر كما كتشوفوا. كنزيد ليه معلقه كبيره ديال الزبده باش داك البسكوي كيتجمع ليا وكيشد لا فورم ديالو. ملي كنشكلو كندوبها وكنطحنها واحد الطحنه خفيفه باش كيتجمع ليا، باش كتدخل ديك الزبده وداك البسكوي. صافي كما كتشوفوا دابا راه ديك الزبده دخلت لداك البسكوي. صافي غنبداو نشكلو فيه. هنا غناخدو هاد اللاطه ديال داك ديال الكب كيك. هو فين غنديرو دوك الكويرطات الكبارين، وفيه غادي نشكلو هذاك الميني تشيز كيك باش كيشد لينا لا فورم حسن هنايا. صافي من بعد كنبداو نوزعو في داك البسكوي هنايا في دوك الكويرطات هكا. بغيتو ديروهم نيشان ديروهم، ولكن من الاحسن هنا باش كيسهل علينا دوك الكويرطات، كيسهلوا علينا اننا نديموليوهم. صافي كنوزع داك الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم 120 غرام ديال البسكويت راه كتخرج لينا تقريبا 12 حبه. هنا جبت واحد الكاس ولويت عليه السلوفان غير باش ما تبقاش داك الكاس يتهز معاه البسكوي. وكنبقاو نضغطو باش كيشد بلاصتو. كنبقاو نضغطو كما كتشوفوا في الفيديو راه شارح راسو. من بعد هنا كندوزو نوجدو الكريمه اللي غتجي من فوق داك البسكوي. كنحتاجو ليها جوج ديال الياغورت، واحد يكون مسوس وواحد ديال الفاني، واحد فانيلا، وربعة د المعالق ديال النيدو، يعني كل دانون في جوج معالق ديال النيدو. انا نيت كنعاود نطحن في داك الهشوار، يعني بلا ما نوسخ شي حاجه اخرى غير فيه قاضي الغرض. صافي كندير داكشي وكندير لهم، كنرمي داك دانون ونيدو وداكشي، وكندير لهم واحد الطحنه خفيفه غير بين ما يدخلوا ليا المكونات. صافي هنا كما كتشوفوا معايا حصلنا على هذا الخليط هكا كريمي. كنجيبو دوك القوالب اللي صايبنا وكنبقاو نفرغوا فيه ديك الكميه كامله اللي عندنا حتى كنوزعوها. هنا كنكونوا سخنا الفران قبل، وكندخلوه كنشعلوا عليه غير من الفوق حتى كتجمد لينا ديك الكريمه اللي صايبنا. وحاولوا انكم ما تجهدوش الفران وما تخليوهاش بزاف د الوقت باش ما تكمش لكمش ديك الكريمه، يعني غير ديك 10 دقائق راه كافيه. صافي كما كتشوفوا معايا فرغتها كامله، كنبقى نضربها هكا مع سطح العمل باش كتستوي ليا ديك الكريمه، ما كيبقاوش فيها دوك الفقاعات. وكنجيب واحد الكوردون بحال هكا وكنبقى نخرج داك الهواء منه. صافي وكندخلها للفران واحد 10 دقائق كما قلت لكم وكنخرجها.
صافي. وكان هني راه ذوبت ديك الزبده ديال اللوتيس، هكا كنزوق ليها الوجه ديالها. من بعد كنحيد لها دوك الكويغطات اللي هذا بغيتو تخليهم خليهم، انا حيدتهم صافي. وكتزوقوها باش ما بغيتو. انا خليت داك البسكويت د اللوتيس نيت هو باش زوقته من الفوق، وراه كتجي زوينه وسهله. والاهم من هادشي كامل كتجي بنينه بزاف ما تشبعوش منها. صافي كنكمل هكا حتى كنكمل كلشي، كندخلها للثلاجه تشد فراسها واحد نص ساعه بحال هكاك. صافي كنقدموها بالصحه والعافيه.